نهار جديد ويوم سعيد عليكم حبايب قلبي، وصباح الفل صباح السعادة عليكم حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير وفي صحة وسعادة. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب يعود عليكم الأيام بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل فطار نفطر بيه في شم النسيم، يعني فطار الصبح. يعني فطار الصبح نشرب، نعمل كوباية شاي ونعمل الفطار اللي انتوا هتشوفوه ده جنب الشاي بتاعنا الصبح. طبعا قمنا من النوم، فتحنا شبابيكنا و... وكنا مصليين وكده الفجر، فقمنا يعني نمنا ساعة كمان بعد الفجر. قمت ايه، فتحت شبابيكنا وقلت ايه هنعمل فطار كده سريع عشان النهاردة شم النسيم. كل عام وانتم طيبين حبايب قلبي، ويا رب كده يكون اخواتنا المسيحيين بخير وفي صحة، وكل عام وهم بألف خير يا رب. النهاردة هنعمل الفطار بتاعنا ايه، عبارة عن ايه. احنا جبنا بطاطس، جبت حوالي 3 حبات كبار كده بطاطس، وقمت ايه عاملهم زي ما انتم شايفين كده، رقيقين كده، شرايح رقيقة كده يعني زي الشيبس كده اهي. خرط الشيبسي، وجبت غليت مية في البراد بتاعنا، مية مغلية. وكنت عاملة البطاطس مخرطاها، نزلت بالمية المغلية على البطاطس، وبهارات بقى بهارات عايزة تعملها بطعم الفراخ اعمل. احنا هنعمل شيبسي. عملت الشيبسي، حطيت معلقة صغيرة بهارات فراخ، وعملت كمان ومعلقة كركم صغيرة، وملح، وعصرة ليمون. وسبتها كده في الماء المغلية دي اما الماء تبرد عليها، وبعدين هنبدأ ايه، نقلي الشيبس بتاعنا. انا جبت كمان برنجانة زي ما انتم شايفين، برنجانة كده، وهشويها على البوتاجاز زي ما هي كده، بس غسلتها وهنعملها على عين البوتاجاز، هنشويها كده على عين البوتاجاز، وهنعمل الفطار السريع الجميل بتاعنا ده. طبعا حبايب قلبي، جنب كوباية شاي الصبح. يعني مش هنستنى بقى ناكل رنجة وفسيخ. الفسيخ طبعا والرنجة دي بيبقى مش الصبح على طول كده، بيبقى مثلا حوالي الظهر في الغدا مثلا. فاحنا ان شاء الله هنعمل فطار سريع. احنا جبنا البرنجانة بتاعتنا هي زي ما انت شايفة كده، شويتها على عين البوتاجاز، وهبدأ اقشرها. طبعا بتتقشر بكل سهولة لان البتنجان بتاعنا حلو. عايزة البتنجان تشويه يكون البتنجان اسود وخفيف، ومش تقيل. التقيلة بتبقى مبزرة. يكون البتنجان بتاع الشوي خفيف ومفيهوش اي بيز، خفيفة وسودة، يعني برنجان اسود. لكن اللي بيبقى فيها بيزر بتبقى حمرا كده وتحس ان هي تقيلة. لكن ده مش ما شاء الله انا بجيبه كده برنجان للشوي، او بدون بقى ما نقلب زيوت وزي ما انت شايفة بقى ايه، البتنجان المشوي صحي وحلو عن عن البتنجان اللي هو ايه مقلي وشارب زيت وشارب ايه دهون وحاجات من دي. فاحنا شويناها هي زي ما انت شايفه. جبت الشوكه كده، هبدا اعملها كده ايه، اسيبها كده ايه تبرد، اعملها بالشوكه كده، اهرسها كده بالشوكه. عشان احنا هنعمل ايه بتنجانة كده مشوية بالدقة بقى، بالثوم بالفلفل بالبهارات، كمون بس. زي ما انت شايفة كده هرسناها كويس قوي، هنهرسها. وهنكون احنا بقى ايه، جبنا الفلفلاية بتاعتنا، والفلفلاية رومي، وفلفل قرن حراق. دي معلقة سمسم مطحونة، بتبقى مخلية البتنجان جميل جميل، وكمان بتزيد القيمة الغذائية بتاعت البتنجان المشوي بتاعنا. يعني مثلا بدل ما تحطي دي بديل الطحينة. فاحنا جبنا معلقة كبيرة سمسم مطحون، وحطيناها كده على البتنجان بتاعنا. جبنا بقى اللي هن هندق بقى الهون، هندق الثوم والفلفل في الهون. هنعمل دقة كده للبتنجان بتاعنا. وزي ما انت شايفة حبايب قلبي، لو وصلت لعندي كده ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. يا رب كده ما يحرمني منكم ابدا، ويديمكم نعمة في حياتي حبايب قلبي. احنا خلاص هرسنا الثوم والفلفل زي ما انت شايفة. طبعا كنا عاملين البتنجان وحاطين معلقة السمسم عليه. وهننزل بقى بالبهارات، كزبرة ناشفة، معلقة بابريكا كده، يعني شطة حمرا كده بس مش حراقة، وكزبرة ناشفة وكمون. كزبرة ناشفة وكمون وبابريكا، يعني شطة مش حراقة، شطة مدقوقة يعني مطحونة. وهن ايه ودعكنا بقى البتنجان بتاعنا بالمعلقة بالشوكة كده، هرسناه زي ما انت شايفة كده. جبنا بقى عصرنا عليه ليمونة، وتاكل احلى بتنجان مشوي من غير زيوت، من غير احنا طبعا في الحر ومش عايزين ايه زيوت والحاجات ديت كتير.
انا جبت البيض بتاعنا، هنلون البيض بقى بتاع شم النسيم. انا جبت البيض، هغسله الاول، فتحت عليه الحنفيه اهو هغسله، وهنسلق البيض بتاعنا. هنعمل احلى فطار، تفطري اولادك الصبح. يوم شم النسيم طبعا. هنعمل فطار زي ما انت شايفه كده. هنلون البيض بتاعنا. كنا يعني بتفكرنا بايام زمان، كنا نقوم كده الصبح نسلق البيض ونلونه. انا جبت بقى ايه، هحط كل بط يعني حبة بيض كده لوحدهم، مثلا في ايه، في وعاء او حاجة تسلقوا فيها البيض ديت. حلة صغيرة كده او بولة او اي حاجة عندك، او كسرونة. وهنجيب البيض بتاعنا غسلناه، نبدأ بقى نحطه في البولة كده بتاعتنا. ودي كمان بولة تانية هنقسم البيض على على مرحلتين. مرحلة هنسلقه بحتة بنجر كده، حطيناها مع البيض اللي هو ده. حتة البنجر ده هتديله لون جميل. وهنا معلقة كده كاري بتاع كاري على كركم، يعني حاجات صحية. ما بنحطش ألوان صناعية ولا أي حاجة عشان البيض بتاعنا يبقى صحي وناكله وأولادنا تاكله بأمان كده. طبعا احنا ولعنا البوتاجاز اهو. هنبدأ بقى نحط عليه البيض، وهنسلق البيض بتاعنا. طبعا ده البنجر، وده واللي في التانية دي بقى اللي هو اللي كاري على كركم كده، بس جاي مش واضح قوي في الكاميرا بتاعتنا، بتجيب الحاجات مش واضحة، مش اللون يعني واضح. احنا خلاص الشيبس بتاعنا خلاص، المية بردت عليه خالص. مش داعي بقى ان انتوا تعمليه في ميه سقعانه او في اي حاجه، هي خلاص الميه بردت عليه. باجي بنزل بقى احطنا على البوتاجاز، وهنبدا نقلي الشيبس بتاعنا. شارب بقى من التتبيله اللي يعني اللي احنا حطينا، البهارات اللي احنا حطيناها في الميه بتاعته، الملح والبهارات اللي هو الكركم والبابريكا، شطه يعني، ومعلقه صغيره كده بهارات فراخ. وهنبدأ بقى نقلي الشيبس بتاعنا مقرمش وجميل جميل، مقرمش جدا، والطعم ما اقدرش اقول لكم. نقلي الشيبس كده ما تبقاش واحده نبدأ كده نخليه بعيد عن بعضه كده. جميل، شوفوا مقرمش ازاي جميل، وما اقدرش اقول لكم الطعم والبهارات اللي احنا حاطينها مخليه احسن من الشيبس الجاهز، ولا شارب زيت ولا شارب حاجه. وده البتنجان بتاعنا هو، عملناه بالدقه، بدنجان مشوي صحي بدون زيوت وبدون حاجه. وده البيض بتاعنا ملون زي الفل. هنبدأ بقى دي فطار الصبح بقى، وكل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. وده كان الفيديو بتاعنا، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده، شجعونا حبايب قلبي، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. دي الفطار. فاحنا لسه بقى بعد ما فطرنا هنخرج كده نمشي نمشي نفسنا كده في هوا الصبحية كده، لان الظهر يعني محدش العصر بتبقى الجو حر ومحدش بيعرف يخرج. ده الفطار بتاعنا اهو، بتاع كوبايتين شاي كده وفطار سريع. وهنخرج بقى نتمشى شوية. هنتمشى على البحر. طبعا خرجنا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، خرجنا هون. احنا متمشيين دلوقتي. طلعنا بقى على على البحر. زي ما انت شايفة كده احنا في الطريق اهون، ماشيين نشم الهوا، نشم النسيم في الجو الجميل ده اللي كله كده هوا نسمة جميلة. ده البحر بقى، هنطلع على البحر اهو، نقف على البحر شوية كده. طبعا بصور لكم وانا ماشية. يعني هو بحر يعني بحر اللي هو البحر اللي فاصل بيننا وبين الشرقية. يعني احنا الدقهلية، والبر التاني اللي انتوا شايفينه قصادكم دي خلاص، دي بر الشرقية. احنا دلوقتي في بر الدقهلية هو اللي هنا دي بر الدقهلية. فالبحر ده بقى ورا البحر ده بقى كده، يبقى بدأنا في محافظة الشرقية. قلت اما اصور لكم كده اجواء جميلة. بصوا البحر ده بيفصل محافظة الدقهلية عن محافظة الشرقية اهو. دلوقتي احنا متمشيين على البحر كده، بنقوم الناس كلها قاعدين في الشط من هناك، بتمشوا بيشموا الهواء في يوم شم النسيم دون. بيبدأوا يطلعوا بقى من بعد العصر.
ده البحر حبايب قلبي، يعني ورا البحر اللي انتوا شايفينه اللي هو الفراغ اللي ورا البحر ده، دي بقى ايه، محافظة الشرقية. احنا هنا بقى اللي هنا البر اللي جهتنا دون محافظة الدقهلية. اهو بصوا، بسم الله ما شاء الله. ده بقى ايه، ده مش على طول مودينا لاخر ما تمشي بقى تلاقي البحر ده على طول، ما تجيبلوش نهاية. انما الناس ماشيه، والناس يعني ما صورتش الناس اللي هي قاعده ورا كده ورا البحر كده، فانا ايه صورت كده بس ايه الاجواء بتاعت اللي احنا واقفين فيها كده. حبيت اوريكم البحر. وده بقى زرع كده بيبقى طالع في البحر جميل. وده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا النهارده، حبيت اعرفكم الاجواء. بصوا ده كده اللي الناحيه التانية ده دي بقر الشرقيه بقى. بحر كده بيفصلنا، بيفصل محافظه الدقهلية عن محافظه الشرقيه. واحنا كنا خارجين بقى الخروجه دي في الاجواء الجميله دي، قلت اما اصور لكم. وده كان الفيديو بتاعنا. وما تنسوش لايك واشتراك وكومنت حلو منكم كده، شجعونا يا حبايب قلبي. يا رب كده يعود عليكم الايام بخير، وكل سنه وانتم بخير يا رب، وفي صحه وفي سعاده. وما تحرمش منكم ابدا ابدا حبايب قلبي، في كل مكان بره مصر وجوه مصر. وده كان الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين. واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. وهتوحشوني هتوحشوني هتوحشوني. احنا خلاص بقى بدأنا بقى نمشي نروح اهو، احنا مروحين ماشيين بقى كده مروحين على بيتنا. وده وصدق